النهارده هنتكلم عن انواع الحلل التيتانيوم والجرانيت. ايه الفرق بينهم وايه ده وايه ده؟ انا صراحه لا ليا في ده ولا في ده، لان انا كان عندي ستانلس وبعدين خدتني الجلاله كده ورحت اشتريت سيراميك كان نيو فلام، وكان ساعتها غالي جدا من محل مشهور جدا، وبعدين ما حبيناش بعض فرجعت للستانلس تاني. ايه هو التيتانيوم ده؟ التيتانيوم ده بيجمع بين الصلابة وخفة الوزن. ازاي؟ لا هو بيكون الحلل الظهر التقيلة اللي مش هنقدر نشيلها، ولا الحاجات الخفيفة او اللي نخاف نستخدمها. بيكون عبارة عن طبقة من الألمنيوم وعليه طبقة من التيتانيوم. طبعا بيكون في تيتانيوم بره وجوه او تيتانيوم خالص، وده غالي جدا ومش موجود، يعني نادر لما نجيبه. من افضل انواعه هو الالماني، وبيكون في منه تقريبا قرشة تقريبا اسمه كده، وبيكون برضو غالي مش رخيص، بس بيكون معمر مش بيتفاعل مع الاكل. بيكون في توزيع درجة حرارة كويس، مش بنستخدم فيه اي مادة دهنية او نستخدم فيه حاجة بسيطة جدا، بيكون سهل ان احنا ننظف. طبعا بيكون فيه اسعار غالية جدا جدا لدرجة ان فيها حاجات شركات بتبيعه بالقسط، وبيكون يعني يقولك ضمان مدى الحياة، بس يرجع برضو للنوع اللي هنشتريه. يعني لو لقيتيه رخيص قلقي وما تجيبيهوش، يعني جيبي حاجة تانية تكون في حدود امكانياتك وجودتها عالية، لكن الرخيص منه مش حلو. الجرانيت، ايه هو الجرانيت؟ هو بيكون طبقة من النيكل وبعدين الألمنيوم وبعد كده الجرانيت. الجرانيت الناعم هو ده اللي تجيبيه، المحبب لا، ما يفضلش استخدامه، مش حلو. الألمونيا دي بتوزع طبعا درجة الحرارة بشكل كويس جدا، ودي حاجة احنا كلنا لا غبار ولا اختلاف عليها. بس ليه الجرانيت دهون أقل، مش بيلزق فيه الأكل، مش بيتحرق، في مميزات كتيرة جدا للجرانيت. طبعا احنا لما نجيب جرانيت لازم يكون سمك 4 ملي، اقل من 4 ملي ما تبصيش عليه، ما تجيبوش اصلا لانه غير امن. لازم لما نستعمل الجرانيت يا معالق خشب يا معالق سيليكون، يفضل مفيش حاجة تاني تخش فيه. لازم تكون الايد مطبوخة مع الحلة او منها فيها علشان نقدر نستعملها في الفرن. في كذا نوع. اول حاجة وهو الالماني، هو طبعا غالي بس معمر جدا. بعد كده تاني حاجة معانا هو الكوري، والكوري بيكون يا نيو فلام يا نيو كلاين، الاتنين كويسين جدا. وطبعا في ناس بتفضل ده وفي ناس بتفضل ده، بس الاتنين كويس. بعد كده عندنا التركي. اول حاجة بيكون كروكوماس، وتاني حاجة بيكون السافلون. طبعا السافلون دلوقتي ارقامه فلكية بتعدي 10,000، وبرده كروكوماز غالي. الكروكوماز بيكون ليه محل في مول مصر، المحل ده جواه حاجات اوتلت، يعني واخده خبطه، ممكن يكون استلس واخد خبطه، استلس مش عارفه الايد ملحومه مش احلى حاجه، بس من جوه الحله كويسه، وده بيكون بنص الثمن. بعد كده عندنا في كذا نوع تاني تركي زي طيبه ده تركي بيشكروا فيه. عندك بعد كده حاجه اسمها اتاكند تقريبا، ده برضو تركي. اتاكند ده تقريبا ليه ضمان سنه. وعندنا كمان لافا برضو كويس، في جرانيت وسيراميك تقريبا. وبعدين عندنا جولد نيو فلام، ده بيكون خامات كوري تصنيع مصري ومعاه ضمان 3 سنين، وفي الاخر بيكون معانا عبود. دي تقريبا كل الانواع الكويسة اللي موجودة في مصر. طبعا في انواع كتيرة تانية وفي شركات كتيرة جدا تانية، بس مش مستحبة قوي. يعني انا حاولت اجيب لكم افضل الحاجات اللي انتوا ممكن تدفعوا فيها فلوس وانتوا مطمنين. في حاجات مطمنين 100%، 70%، 60%، يعني في حاجات كويسة وفي حاجات على القد. بعد كده عندنا السيراميك. السيراميك ده بيكون اقل عمر من الجرانيت. انا ما كنتش اعرف ان ليه طريقة معينة في اول استخدام،
عشان كده لما جبت نيو فليم سيراميك باظ معايا، لان ليه طريقة من اول ما تشتريه، فلازم واحنا بنشتري نسأل عنه. طبعا بقى السيراميك ده حدث ولا حرج، ده فيه انواع كتيرة جدا جدا، بس حاولي تجيبي النوع اللي ليه اسم او اللي متعارف عليه، او اللي يكون مختوم من ورا الحلة الاسم بتاعه. ده مهم جدا في اي حلة تجيبيها بقى، تيتانيوم، جرانيت، سيراميك، لازم يكون عليها ختم المصنع او اسم المصنع على كل حلة، لان طبيعي السيراميك يعتبر برضو غالي وبيكون مش معمر قوي وبيكون خطر لو قشر. وبرضو خدي بالك ان السيراميك لازم نستخدم فيه الخشب والسيليكون. وبكده اكون جبتلكوا كل الحلل. يا رب تكونوا استفدتوا مني. باي باي.